نحن الآن في منطقة اليتمة الاستراتيجية التي سيطر عليها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذا اليوم بقوات مشتركة من ألوية المنطقة العسكرية السادسة. نحن الآن في هذا الخط الأسفلتي الذي يربط المملكة العربية السعودية مع اليمن. هذه هي منطقة اليتمة كما تظهر أمامنا، وهذه هي مناطق اليتمة وسوقها بعد أن سيطر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على هذه المناطق. لنعرف أكثر حول هذه المنطقة وأهميتها الاستراتيجية نلتقي هنا بمحافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي يحدثنا أكثر حول هذه المنطقة وأهميتها الاستراتيجية. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. اليوم 1/1/2018 والحمد لله رب العالمين. لقد تم تحرير هذه المنطقة، منطقة اليتمة، قلب من قلوب محافظة الجوف أو شريان من شريان الحياة لليمن السعيد. ها هو هذا الخط الذي يمر إلى نجران على البقع المحرر، وهذا الخط الذي يمر إلى حزم الجوف المحرر واكتمال التحرير. نحن اليوم في هذا المكان، وهذا يوم يبتهج به المنطقة، يبتهج به الجيش الوطني، يبتهج به المقاومة، وكل الناس مبتهجين به. نشكر كل الدول العربية الداعمة للمقاومة وللشرعية في كل مكان، نقدمهم الشكر الكثير، وأن اليمن لن ينسى هذا لأحد، والمنطقة مثبتة والحمد لله. هذا المعسكر الذي معسكر اليتمة الأساسي معسكر سويقة، وإن شاء الله أن هذه السنة سنة الاستقرار والرخاء لهذا الوطن الحبيب، سنة العزة، سنة الشموخ، سنة الوحدة، سنة الالتئام، سنة يفرح فيها اليمن إن شاء الله وينسى كل جراحة بإذن الله بعد إزالة هذا القوم الذي أرادوا لليمن السوء. شكرا لمن كانت عندهم العروبة والنخوة. إذا كما رأيتم مشاهدينا الكرام، هذه هي منطقة اليتمة بعد أن سيطر الجيش الوطني عليها بعد هروب جماعي للميليشيات الحوثية وغنائم كثيرة اغتنمتها قوات الجيش الوطني من هذه الميليشيات. وكما تقول هذه القيادات أن الجيش الوطني سيواصل التقدم والزحف على مواقع الميليشيات الانقلابية وحتى السيطرة وتحرير كامل الأراضي في محافظة الجوف. من هنا من منطقة اليتمة، صالح مبخوت لقناة سهيل، محافظة الجوف.